بصوا بقى يا اخواتي، ركزوا معايا في القصة دي علشان اللي حصل كفيل ما يخليكش تثق في اي مخلوق. وانا مش عايز اطول عليك في المقدمة، ويلا بينا على قصة خيانة صاحبي. انا حسام، عندي 20 سنة، عايش في طنطا. ابويا متوفي من وانا صغير، فانا اللي شايل البيت. انا الوحيد على بنتين، وانا المتكفل بالبيت بمعنى اصح. ليا اصحاب كتير بس ما ليش اختلاط بيهم. مفيش غير هما اتنين بس اللي احنا تلاتة قريبين من بعض، اسمهم هيثم وابراهيم. الو، ايه يا حبيبتي؟ لا انا خلاص جهزت الشنطة اهوت وقاعد مستني العيال عشان نمشي. ماشي يا حبيبتي، ماشي، مع السلامة. دي حبيبة غلبانة وبنت حلال. احنا مع بعض بقالنا زي 4 سنين، بعافر عشانها برضه وعشان اخواتي. طيب يا عم حسام، انت بتقول جهزت الشنطة وخلاص هنزل مع العيال، رايح على فين؟ ما هو ابراهيم وهيثم شافوا لنا شغل كده في سفرية حلوة في الساحل. شغل انيميشن يعني، مرتبه كويس، اكفي منه بيتي واكفي منه نفسي، ان انا اجهز نفسي عشان اتجوز بقى، بدل ما انا مذنبها بقالها 4 سنين معايا. جهزت شنطتي وخلصت حاجتي، هيثم وابراهيم عدوا عليا تحت البيت. طب يا جدعان نازل اهو. ايه يا عم حسام كل ده؟ يا ابني كنت بتمم على الشنطه، لا انسى حاجه، واحنا برضه هنروح نقعد 3 شهور. يا اسطى المهم كلمت الجماعه. يا هيثم كلمتها وعرفتها ان انا مسافر خلاص. يا اسطى انا مش قصدي ان انت تكلمها ان انت مسافر، كلمتها تشوف لي موجه. امشي بدل ما اعبدك بالتليفون في دماغك. خلاص يا عم انا بهزر معاك. ايه الرخامه دي؟ وانت كمان بتضحك على ايه؟ امشي قدامي، يلا يلا. حجزنا اتوبيس وركبنا خلاص، والمشوار هياخد حوالي بتاع 6 ساعات. اول ما ركبنا الاتوبيس على طول، يا اسطى انا هنام بقى وما نوصل ابقوا صحوني. والله يا جدع لو احلى حاجه عملتها هنام. وانت يا هيثم مش هتنام؟ لا يا اسطى مش هنام، انا هحط السماعه في ودني وهسمع اغاني وانا باصص على الطريق. ابراهيم راح في سبع نوم اول ما ركبنا، وهيثم حط الهاند فري في ودنه وفضل يسمع في اغاني. قضينا حوالي بتاع ساعتين من المشوار ده وانا قاعد بكلم حبيبه في التليفون. طب تصدقي بالله؟ بقول لك يا احشاء. والله. عاوز ايه؟ انا مجنون وعاوز اخش الحمام. طب استنى، خلاص كلها نص ساعة وهننزل استراحة، بعمل حمام في الاستراحة. بس طب اقول لك مش قادر، مزنوق، اعملها على نفسي. طب انا هعمل لك انا دلوقتي، الله يخرب بيتك، استحمل. الو. بعدها دقرت وشي بقى، مش شغلتش بالي بيهم وبكلم حبيبي في التليفون. مفيش 5 دقايق اسمع صوت خروشه ازازه، وابص جنبي بتضير، لقيت هيثم ماسك ازازه وعمال بيطرطر فيها. مش عارف هو صوت الخروش ده جاي من عندك. بتعمل ايه يلا؟ هتودينا في نصيبه. هكون بعمل ايه يعني؟ حمام. انا كنت هعملها على نفسي. وما تعملهاش على نفسك، تقوم عاملها علينا. يلا بقى مش مشكله. اح اح. الله يعرفك، اخلص ارمي البتاعه دي. ايه يا بنتي؟ وصلنا القرية، استقبلنا مدير المكان، قعدنا معاه في المكتب، فهمنا السيستم بتاع القرية ماشي ازاي واحنا هنعمل ايه وكده. بعدها ودانا الشاليه اللي احنا هنبات فيه. الله، ده ايه المكان الجامد ده؟ هو احنا هنبات هنا؟ هنبات هنا. ممكن بقى حضرتك تسكت وتبطل قرب بدل ما يجيبوا لنا عشة فراخ ونبات فيها؟ الحق يا حسام، شوف الحمام عامل ازاي، ننضف من بيتنا. وانا اللي بقول عليك اعقل منه؟ طلعتوا انتوا الاتنين مرزعين. ازاي يعني؟ والله انا متاكد ان انا كنت سايب الفلوس في الدولاب هنا. يا حسام ممكن تكون جبت بيهم حاجه وانت ناشي، ممكن تكون جبت جيلاتي مثلا. جيلاتي؟ طب اسكت اسكت. خلاص يا عم ما تزوقش. اللي حصل ان انا كنت سايب فلوس في الدولاب، فجاه لقيت الفلوس دي نقصت، فانا بصراحه مش متاكد اذا كنت انا صرفتها في حاجه ولا لا، فما شغلتش بالي. وجيت بعدها بكام يوم وبرضه كنت سايب فلوس في الدولاب، جيت ابص على الفلوس، ببص برضه لقيت الفلوس ناقصه، بس المره دي انا متاكد انا كنت سايب كام. فانا هنا بصراحه انا شكيت في هيثم ان هو اللي خد الفلوس، لان هو اللي على طول كان بيخش لي الاوضه ويقعد معايا جوه، وساعات كان بيخش الاوضه يجيب حاجات منها ليا وانا مش موجود في الاوضه. بس انا ما كلمتوش ولا جبت سيره اي حاجه قدامه. قلت اما اتاكد الاول، حطيت 1000 جنيه في نفس المكان اللي انا كنت عاين فيه الفلوس، وجبت زي نظام كاميرا مراقبه كده وعلقتها في ركن في الاوضه.
ويجي ميعاد الشغل، نزلنا الشغل وخلصنا وطلعت وقعدنا شوية، وبعد كده قمت عشان اشوف الفلوس، لقيت فعلا الفلوس ناقصين 500 جنيه. فانا هنا قلت لا، رجعت الكاميرا ابص الاقي ابراهيم هو اللي دخل الاوضه وخد الفلوس. هنا انا بجد اتصدمت، فبصراحه ما بقتش عارف اواجهه ازاي ولا اقول له ايه، بس ما شغلتش دماغي بالموضوع وما اتكلمتش في حاجه وما عدتش بسيب حاجه في قلب الدولاب. بس كده عزيزي المشاهد، تكون خلصت قصة النهاردة. يا رب تكون القصة عجبتك. القصة ديت من وحي خيال، أنا اللي كاتبها. أعرفك بقى بنفسي، أنا اسمي خالد الدود، ده اسم الشهرة. اسمي الحقيقي خالد شعبان. أنا عندي 21 سنة. هقدم لك هنا قصص وروايات حلوة على القناة دي. عاوزك تدوس اللايك وتشترك في القناة، وأهم حاجة تفعل زر الجرس عشان أول ما ينزل لك إشعار القصة تقوم دايس عليها على طول وداخل متفرج عليها. سلام.